السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على الناس الحلوة، ومع أحلى حلو للناس الحلوة. هنعمل إن شاء الله الكوكيز كده بأسهل طريقة ممكن تعمليه بيها. هنجيب كوباية من العسل، ممكن كوباية من الدبس التمر أو عسل أبيض، مع واحدة بيضة كده، ومعلقة صغيرة من الفانيليا ورشة ملح او 2 باكت زي اللي انا حطاهم دول من الفانيليا، وهنقلبه كويس كده ما يتجانس مع بعضه. ونحط عليه كوباية من الزبدة المدوبة او سمن، اي نوع سمنة موجودة عندك، طبعا ما ينفعش بالزيت. وهنجيب بعد كده 4 كوبايات من الدقيق. دي ده انا نخلاه كويس جدا طبعا، وتبقى الكوباية اللي بتعايري بيها كوباية موحدة، يعني تعايري بيها كل المقادير. الكوبايتين ال4 كوبايات دقيق دول بما يعادل 440 جرام. وحطيت عليه كده كيس من البيكنج باودر، وهنقلب كده. انا حطيت الكوبايتين الاول الدقيق، ونزلت بالكوبايتين التانيين كوبايه كوبايه، واتعجن بالشكل ده لما الدقيق يختفي تماما معاكي كده بالشكل دوت. هنعمل كوره كده نختبره بيها نشوف عايز دقيق ولا لا. كده بقى كويس جدا متماسك وحلو. الخطوه اللي جايه دي يا جماعه اختياري، لو موجوده عندك حطيها، مش موجوده خلاص هو كده حلو جدا. اللي هي الشوكليت شيبس، لو موجود ماشي، مش موجود خلاص يعني استغنى عن الخطوه دي نهائي. يعني هو البسكوت طعمه تحفه وجميل جدا من غير الشوكليت شيبس. يعني ما تقيديش نفسك ان انت لازم تجيبي شوكليت شيبس. موجود موجود، مش موجود خلاص، يعني عندك امكانيه تجيبيها تي بالشكل ده. هو انا كمان ما كانش عندي، كان عندي يعني شوكولاته خام، انا سيحتها وعملتها شوكليت شيبس اللي انتوا شايفينه ده، انا عاملاه في البيت مش مشترياه بالشكل ده. وهنعمل بقى الكميه كلها وهنسويها على درجه حراره 180 لمده 15 دقيقه. لو ما عندكيش الفرن فيه درجات حراره، يعني على درجه حراره متوسطه لمده 15 دقيقه برضو، وتسيبيه لما يبرد تماما وتقدميه. دول الكميه دي عملت معايا كام قطعه؟ 60 قطعه بسكوت يا جماعه، بالشكل والحجم اللي انتوا شايفينه الجميل ده. وبألف هنا وشفا. لو وصلتوا معايا لغاية هنا لايك حلو او تعليق حلو منكم، وربنا يجازيكم خير يا رب بالشكل الحلو ده. وبألف هنا وشفا يا رب، بألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.